من اكتر المبدعين اللي تصادموا مع الرقابه واتحذف لهم مشاهد كان السيناريست وحيد حامد. وده كان بسبب افكاره الجريئه واللي كانت غالبا بتكون سياسيه، ولان المشاهد دي ممكن تكون ماستر سين ومن غيرها تتهد فكره الفيلم. وعشان عمك وحيد حامد راجل مش سهل برضه، عمل خدعه بسيطه يلبسهم بيها العمه ويتحكم في ايه اللي يتحذف وايه اللي يتساب، ويمشي بيها المشاهد المهمه بالنسبه له عشان ما ياثرش على هيكل الفيلم. بيقول عمنا وحيد في لقاء مع شريف عامر انه كان بيتعمد يحط مشهد رومانسي بس يكون اوفر شويه عشان يكون كل تركيز لجنه الرقابه على المشهد ده، وانه لازم يتحذف في مقابل مشاهد تانية فيها انتقاد سياسي خفي، ودي الاهم بالنسبه له. المقصود من الفكره انه يكون في تفاوض بين الرقابه على عدد المشاهد اللي هتتحذف، وطبعا في الاخر بيوافق على حذف المشهد الخادش قابل ان مفيش مشاهد تانية تتحذف، وبتكون المشاهد دي بالمقارنه مع المشهد المحذوف مشاهد عاديه وتعدي. طبعا الموضوع ده عدى في افلام كتير لحد ما بدات لجان الرقابه تاخد بالها من الحركه وبقت تغلس على افلامه اكتر من الاول، وبكده يكون الماتش بين وحيد حامد والرقابه خلص بالتعادل. لو عايز تشوف فيديوهات زي دي تاني اعمل لي فولو. سلام.